سؤال مهم بيسألوه ناس كتير اتجوزوا شهرين 3 وصلوا 5-6 شهور وما حصلش حمل. السؤال هو ايه افضل وقت بعد الدورة الشهرية يحصل اثناءه حمل؟ مهم جدا السؤال ده، وتعالوا نشوف اجابته مع بعض. عشان يحصل حمل لازم بويضة تلتقي مع حيوان منوي. الالتقاء ده بيكون في حاجة اسمها قناة فالوب أو أنبوبة فالوب. قناة فالوب دي هي الكوشة اللي بتقابل فيها العريس والعروسة. العريس هو الحيوان المنوي والعروسة هي البويضة. العروسة اللي هي البويضة دي الملكة بتخرج من المبيض في يوم معين أثناء الشهر بنسميه يوم التبويض. لما البويضة بتخرج من المبيض بتلقطها قناة فالوب عن طريق حاجة اسمها زوائد إصبعية، نفس فكرة صوابع الإيد يعني، وتدخلها جوه الأنبوبة يعني جوه قناة فالوب. برضو إيه أفضل وقت بعد الدورة الشهرية يحصل أثناءه حمل؟ حاضر هجاوب، بس عشان اجاوب لازم نتعرف اكتر على العريس والعروسه. بمنطق الليديز فيرست اقدم لكم العروسه البويضه الملكه. زي ما قلنا الملكه دي بتقعد 24 ساعه بس، يوم واحد فقط مستنيه العريس، ولو ما جالهاش العريس في الفتره دي راحت البويضه وماتت الملكه. العروسه دي بيتقدم لها ملايين العرسان، واللي بيوصل منهم ألفات، وهي بتختار واحد بس هي اللي بتختار. يا جمالك يا ست الملكة. صاحبنا العريس بقى الحيوان المنوي يعني بيعيش قد ايه؟ فاكرين قلنا البويضة بتعيش 24 ساعة يعني يوم، لكن الحيوان المنوي ده ذكر أسد يعني غضنفر. عاوز أقول لكم إن أقل فترة بيعيشها الحيوان المنوي هي 48 ساعة، يومين يعني، وفي أكتر من كده، في ممكن يوصل ل5 و6 و7، لكن الأغلب 48 ساعة. لما بيتقابلوا البويضة والحيوان المنوي في قناة فالوب زي ما قلنا بيحصل الأول إخصاب. يعني إيه إخصاب؟ يعني اندماج البويضة بالحيوان المنوي، وبعدها يحصل انقسام. يعني البويضة المخصبة اللي هي عبارة عن خلية واحدة بتتقسم، الخلية هتتقسم وتبقى خليتين، والاثنين هيبقوا 4، والأربعة هيبقوا 8، وهكذا وهكذا وهكذا. وساعتها نقدر نسمي البويضة المخصبة جنين يعني مش جسم وراس وإيدين ورجلين، جنين يعني في مرحلة الخلايا. الجنين ده بتقعد حاجة اسمها الأهداب تزقه في اتجاه الرحم. شايفين حركة إيدي إزاي؟ ولما الجنين بيوصل للرحم بتحصل الخطوة الأهم لحدوث الحمل. الخطوة دي اللي اسمها الانغماس، اللي هي بالبلدي الجنين بيزرع نفسه في الرحم، تحديدا في طبقة اسمها بطانة الرحم. دي التربة اللي هتتزرع فيها البذرة، وكده الحمل بيكون حصل. يبقى افتكروا معايا كده بعد إذنكم الخطوتين المطلوبين لحدوث الحمل: 1 خطوة الإخصاب اللي بتحصل في الأنبوبة أو قناة فالوب، 2 خطوة الانغماس أو الزرع اللي بتحصل في الرحم، بطانة الرحم لو فاكرين. أيوة برضو يا دكتور هشام، إيه أفضل وقت بعد الدورة الشهرية بيحصل أثناءه حمل؟ الملكة بتخرج اليوم الكام من بيتها اللي هو المبيض يعني. بصوا يا جماعة، لو الدورة بتيجي كل 28 يوم، يعني 28 يوم من بدايتها إلى بداية الدورة اللي وراها، بيكون اليوم ال14 هو يوم التبويض. تاني هقولها، لو الدورة بتيجي كل 28 يوم، يعني 28 يوم من بدايتها إلى بداية الدورة اللي وراها، بيكون اليوم ال14 هو يوم التبويض. طب لو الدورة بتيجي كل 26 يوم، لاحظوا إنها قصرت يومين، يبقى التبويض هيحصل اليوم ال12 قبل اليوم ال14 بيومين. طب لو الدورة بتيجي كل 30 يوم، لاحظوا إنها طولت يومين، يبقى التبويض هيحصل اليوم ال16 بعد اليوم ال14 بيومين. عشان كده كل الستات اللي بيسمعوني دلوقتي بطلب منكم إنكم تركزوا في آخر 6 دورات كانت كل دورة منهم طولها كام يوم؟ طولها يعني أقصد المدة من بداية الدورة لبداية الدورة اللي وراها، وتحط متوسط ليها، وكل ست ليها متوسط. يعني في ست متوسط طول الدورة في آخر 6 دورات هو 28 يوم، وفي ست تانية متوسط طول الدورة بتاع آخر 6 دورات هو 26 يوم،
وتالتة المتوسط 30 يوم، وهكذا. واحنا خلاص بقى عرفنا يوم التبويض على حسب طول الدورة. أفكركم باختصار كده، التبويض هيبقى اليوم ال 14 لو الدورة بتيجي كل 28 يوم، واليوم ال 12 لو الدورة بتيجي كل 26 يوم، واليوم ال 16 لو الدورة بتيجي كل 30 يوم. عاوز أروح بقى لسؤال تاني، طب هي الدورة نفسها عند الست الواحدة لازم تيجي كل مرة في نفس الميعاد؟ مش ساعات بتبدر؟ مش ساعات بتأخر؟ الإجابة أيوة. يعني الدورة ساعات تبدر يوم، يومين، 3، وأحيانا لحد أسبوع، وساعات تأخر يوم، 2، 3، وأحيانا برضو لحد أسبوع، وكل ده طبيعي. في الحالات دي هيكون امتى يوم التبويض؟ ايه يا دكتور هشام، انت هتلخبطنا ولا ايه؟ لا 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 لا، مش هلخبطكم ولا حاجه، ركزوا معايا. فاكرين لما قلنا ان اليوم ال 14 هو يوم التبويض لو كانت الدوره بتيجي كل 28 يوم؟ طب لو الدوره جت المره دي بعد 26 يوم، يبقى يوم التبويض الدوره دي كانت امتى؟ الدوره اللي جت بعد 26 يوم. هسمعكم. ايوه صح كده، يوم ال 12. ما احنا بدرنا يومين. طب لو الدوره اللي بعدها جت بعد 30 يوم، يبقى ساعتها يوم التبويض هو اليوم الكام؟ صح كده، اليوم ال 16. ما احنا اخرنا يومين، وبناء عليه، بناء على ان الدوره ممكن تقدم او تاخر حوالي 3 ايام، فالتبويض هو كمان بيتقدم او بيتاخر حوالي 3 ايام. يعني التبويض اللي بيحصل اليوم ال 14 ممكن يتقدم يحصل اليوم قبلها ب3 ايام، يبقى يا ال 11 يا ال 12 يا ال 13. وممكن التبويض اللي هو المفروض بيحصل اليوم ال 14 ممكن يتأخر 3 ايام، وساعتها يحصل اليوم ال 15 او ال 16 او ال 17. وفي الحالة دي اسبوع التبويض، يعني الاسبوع المتوقع ان يحصل فيه تبويض، هو من اليوم ال 11 لليوم ال 17. وبنفس الفكرة لو التبويض بيحصل اليوم ال 12، قلنا ممكن يقدم 3 ايام او يأخر 3 ايام، يبقى اسبوع التبويض في الحالة دي 3 ايام قبل ال 12 يبقى من اليوم التاسع. طب و3 ايام بعد ال 12 يبقى اليوم ال 15. يبقى اسبوع التبويض السيدة اللي عندها الدورة بتيجي كل 26 يوم هيبقى من اليوم التاسع لليوم ال 15. طب ولو التبويض بيحصل يوم ال 16، خلاص بقى انتوا حفظتوا، يبقى اسبوع التبويض هيبقى قبلها ب3 ايام من اليوم ال 13، اللي بعدها 3 ايام من اليوم ال 19، وهكذا. عشان ما تتوهوش مني، سريعا في كلمتين عشان نلخص الكلام، مهم قوي الكلمتين اللي جايين. لو الدورة بتجي لكل 28 يوم، يبقى يوم التبويض المتوقع هو اليوم ال 14. ممكن يقدم قبلها بيوم، يومين، 3، وممكن يأخر بعدها بيوم، يومين، 3. ولو الدورة بتجي لكل 26 يوم مثلا، يبقى يوم التبويض المتوقع هو اليوم ال 12. ممكن يقدم قبلها بيوم، يومين، 3، وممكن يأخر بعدها بيوم، يومين، 3. ولو الدورة بتجيلي كل 30 يوم، يبقى يوم التبويض المتوقع هو اليوم ال 16. ممكن يقدم قبلها بيوم، يومين، 3، وممكن يأخر بعدها بيوم، يومين، 3. بعد ما عرفنا أسبوع التبويض اللي هو أفضل وقت بعد الدورة الشهرية يحصل أثناء حمل، بننصح إن العلاقة الحميمة تحصل يوم بعد يوم أثناء الأسبوع ده. يوم بعد يوم يعني يوم ويوم لأ. إشمعنى كل يومين؟ الإجابة عشان ندي فرصة للعريس، الحيوان المنوي، يعني نديله فرصة إنه يشم نفسه ويكون أكثر حيوية وأكثر قدرة على تخصيب البويضة. يعني لو أسبوع التبويض من اليوم ال 11 لليوم ال 17، يبقى العلاقة الزوجية تحصل اليوم العاشر، ال 12، ال 14، ال 16 وال 18، وأهمهم هو يوم ال 14، وهكذا. ولما أقول علاقة فأنا بأكد إنها تكون علاقة زوجية حميمة، علاقة أساسها الحب، الرغبة، المودة، مش علاقة تأدية واجب كده والسلام، مش بطريقة الست حفيظة لما سنت على جوزها وغصبت عليه وهي بتقول له الليلة يا عمدة. الليالي جاية كتير. الليلة هي حبكت، الليلة كوب وطلع الكوب. يا رب أكون وصلت لكم المعلومة كويس، وهتلاقوا معلومات تانية كتير ومهمة في حلقات تانية أتوقع بإذن الله إنها تنال إعجابكم. أدعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات عشان بإذن الله تستفيدوا من كل جديد. ما هو مش من يوم ولا 2، دي خبرة سنين. دمتم سالمين.